هالمقابلات احتلت الانترنت لسبب مجنون جدا. فايش قصتهم يا ترى وليش هالمشاهير عم يبكوا في كل مقابلة؟ تابع معي للنهاية حتى تنصدم. What we saw on the screen wasn't real. I thank you, Cynthia. Oh, Cynthia, I'm gonna cry my glitter off. I'm gonna go blind from glitter. No, you both have to. البنتين اللي شفتوهم في هذا الفيديو هم المغنية الأمريكية أريانا جراندي والممثلة والمغنية البريطانية سينثيا إيريفيو. غالبا أغلبكم عندكم فكرة عن أريانا جراندي ومين بتكون، سواء بتعرفوها من خلال أغانيها أو من خلال مسيرتها بالتمثيل، وخصوصا لما كانت تطلع على قناة نيكلوديان. Doctor said you weren't supposed to talk. He didn't say I couldn't say. المهم المغنيتين هذول كانوا بطل فيلم جديد اسمه فيلم ويكد او ذا ويكد. الفيلم هذا هو فيلم فانتازيا موسيقية تم عرضه للمرة الأولى يوم 3 نوفمبر في مسرح اسمه ذا ستيت سياتر في أستراليا، وانطلق بعدين لباقي المنصات وباقي الدول في يوم 22 نوفمبر 2024. طبعا لازم نعرف انه قصة هذا الفيلم ما انكتبت بشكل خاص لأريانا جراندي، بل قصة هذا الفيلم هي قديمة جدا، كان كاتبها شخص اسمه جورجيو ماغيري في سنة 1995. جورجيو هو كاتب مختص بكتابة قصص الأطفال، يعني بالأصل القصة هي كانت معمولة للأطفال، ولكن مع مرور الزمن ولأنه القصة كانت جدا مؤثرة وكل الناس حبوها، كان يجي كتاب وأشخاص مهتمين فيها يعملوا عليها بعض التعديلات وينشروها بطريقتهم الخاصة لجمهورهم، سواء كانت في أداء مسرحي أو في أفلام ومسلسلات. من وقت كتابة القصة إلى الآن تم استخدامها عشرات المرات. طيب لحد الآن الأمور كلها تمام، الفيلم العرض أخذ تصنيف كويس والناس كلها حبته، فايش قصة البكاء يا ترى؟ اللي صار انه اريانا وسينثيا بعد اطلاق الفيلم قرروا انهم يعملوا مجموعة مقابلات ولقاءات صحفية حتى يحكوا عن الفيلم اكثر ويسوقوه ويعملوا له ترويج اكثر واكثر. ولكن كمية الدراما اللي طلعت من حملة التسويق هي اعطت للجمهور كمية ميمز مخيفة بتكفيهم 10 سنين لقدام. خلونا نشوف هذا المثال. Got in her, a little bit of her softness, and she's got Her strength. a little bit of my strength. Yeah. Truthfully. طبعا اكيد رح تتساءل انه ايش هو نوع السؤال اللي انسألوه لدرجة انهم صاروا يبكوا قدام المذيع. اكيد الموضوع حساس صح؟ خطأ. ليش خطأ؟ لأنه في مقابلة ثانية حرفيا المذيعة ما سألتهم أي سؤال، كانت عم تعبر عن رأيها بس، قالت لهم إنه هذا الفيلم يعجبني كثيرا ويعني لي الكثير والفيلم رائع، كانت عم تمدحهم وفجأة كلهم صاروا يبكوا، حتى المذيعة صارت تبكي معهم. This film means so much to me, and there are so many millions of kids like me who find refuge in the witches. And I just want to let you know that No, you both have to stop. sorry. Sorry, I'm sorry. Oh my goodness. الشيء الغريب بالموضوع واللي استفز المتابعين والناس كلها انه هذا الشيء تكرر، يعني ما صار بمقابلة واحدة او بتنتين او بثلاثة، كل المقابلات اللي كانوا ينسألوا فيها عن الفيلم ها كانوا يبكوا في اي لحظة، ممكن في نص المقابلة بيبكوا. حتى انه في بعض رواد السوشيال ميديا صاروا يعملوهم مسخرة ويعملوا فيديوهات تقليد لحركاتهم مثل هذا الشخص. So what did you have for lunch on set filming Wicked? وكلكم وهذا الفيديو كوم تاني، يعني من كثر الدراما اللي صارت في المقابلة هاي أريانا جراندي ما عرفت كيف تتصرف لدرجة انها قررت بالاخير تمسك اصبعة صديقتها هيك، بس قاعد مسكت اصبعتها وقعدوا يبكوا مع بعض. طبعا أريانا وسينثيا لاحظوا انه الناس لاحظت الدراما اللي عم تصير في المقابلات وقرروا انهم يردوا عليهم، ولكن يا ريتهم ما ردوا. اسمعوا جوابهم. Really sorry. It just happens. It's really It emotional. happens. We can't help it. We're trying our best, but there's a lot of emotional things that happen, and we're just going with it. Yeah, you need to understand. It's We're been like weeping, 3 years, people. Stopping hearts. اعتقد ان هذا القدر من الدراما المضحكة كافي الى الان، او يمكن هالدراما ما تكون مضحكة لبعضكم، الله اعلم. بس بكل الاحوال اتمنى انكم استمتعتوا بالفيديو، لا تنسوا الاشتراك في حساب هيئة للمزيد من الفيديوهات.